سويت كوخ نفس هذا ببيتي. مريح والله، يجون بي خطار وهاي الشغلة مرتبة. ويعقوب راح يقعد يرتب لكم الفلوق الجديد. شوف بحكي تبع هذا الفيديو. لماذا يحب المصريون هذا البيت؟ هذا اسمها قاعدة تاريخ. هاي القناة رهيبة تجنن. تابعوها رهيبة. بس انا ما عندي نت. يحشيكم شغلات تاريخية تجنن. بس تاريخ، انا لعبت التاريخ. اليوم بعد رجعت الحياة الطبيعية. مسقط رأس عملي، مو مسقط رأس. هذا المكان انا بدايتي من عنده. كوزمتيك مالتي ومال هدى، طبعا هدى يوسف. هذا المكان بدينا من عنده خطواتنا التجارية. هذا المكان ببغداد الجديدة بمول الجوهرة. بس احنا مو من هذا المكان بدينا، لا بدينا من مول بغداد الجديدة، بعدين انتقلنا هنا، بعدين رب العالمين سهل لنا والحمد لله والشكر. امورنا طيبة وتمنوا لنا بس الخير. شكرا جزيلا لكم. هذا المكان كنت موفر به اكثر من 32 او 33 وكالة، يعني ستاندوت، وبعدين صفيتهم بقيت من عندهم التوب اللي هم اكثر مبيع. بقيت تقريبا 18 من 18 ل 20. هذا شغلي خاص. هواية ناس يعني ضايفيني بالجديد ما يعرفوني. فأنا بالعراق مو يعني اعتمادي المادي مو على الميديا نهائيا. أنا الميديا أحب أنشر، أحبها، بس مو اعتمادي المادي. أما اعتمادي المادي فأنا على رب العالمين وعلى شغلي الخاص. عندي شركة خاصة بي وعندي محلات كوزمتيك 3 وما شاء الله عليهم. يعني صار لي تقريبا 5 سنوات اشتغل بين وما شاء الله. يعني سمعتي فول الفول بالتجارة، يعني كل الزينة. قدرت اروح استورد من الخارج، وقدرت اروح للصين، وقدرت اروح ان شاء الله. هسه عن قريب جدا راح اروح لاوروبا ان شاء الله. ان شاء الله تصير هذا الشيء لكم تغطية كاملة من اوروبا. زين شلون رجعنا صغير. اي رجعنا لبغداد. والله مشتاق لبغداد، بس الشيء اللي ضاوجني الوحي. احنا نظل ندعي رب العالمين، نقول انه رب العالمين ان شاء الله يخلصنا من الازدحامات هاي. بس شلون غيرها لازم اكو فد وسيله، فد شيء.